احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحة تملي كده يا رب. تعال اقول لك قرعة كاس مصر اصفرت على ايه، وخلاص نادي الزمالك هيقابل مين ونادي الاهلي هيقابل مين. مقابلة متكررة بين نادي الزمالك ونادي بروسكي. نادي بروسكي اللي قابلناه السنة اللي فاتت وكسبناه بنتيجة 3-2. كان ابرز جون فيهم كان جون حاتم سكر اللي سدده بشكل جامد جدا، كان كرة حلوه يعني. الاهلي قابل نادي الالومنيوم في كاس مصر. النادي الاهلي في طريقه كل من نادي بيراميدز ونادي المصري، يعني النادي الاهلي قابل بيراميدز ونادي المصري. اما نادي الزمالك في كل من طريقه نادي فيوتشر ونادي الاسماعيلي. انا شايف طريق نادي الزمالك اسهل شويه. انا شايف طريق نادي الزمالك اسهل حبتين عن طريق نادي الاهلي. نادي الاهلي قابل المصري وبيراميدز فرقتين رخمين، احنا يعني ممكن فيوتشر هي الرخمه، اما الاسماعيلي فريعه بقى بامانه ربنا. في فرقه في الدرجه الثانيه احسن منه بامانه ربنا الاسماعيلي. ليه مش فاهم، مش فاهم ليه على الاسماعيلي عمل في نفسه كده. فانا شايف طريق نادي الزمالك هو اسهل شويه. تاني حاجه تعالى لك على حاجه محزنه وصدمه للجميع. ممكن تبقى سبب ان نادي الزمالك ما يكونش شكله الجامد في الماتشات اللي في ماتشين النهائي اللي جايين في الكونفدرالية. مصطفى شلبي والزناري وشيكابالا، التلاتة حرفيا مش هيحضروا النهائي. التلاتة حرفيا بنسبة 99% هم خارج النهائي. طب خارج النهائي هل في الذهاب بس وفي العودة هيلعبوا؟ لسه اللي ضامنين ان هو في الذهاب وفي العودة مش موجود شيكابالا. اما مصطفى شنبي والزناري لسه ما نعرفش في العودة ظروفهم ايه، اما في الذهاب مش هيحضروا. اما في العودة لسه ما نعرفش ظروفهم ايه بصراحة. لسه الاشاعات ما اثبتتش ان هم ممكن يغيبوا الفترة دي كلها، اللي لسه ما اثبتتش بس. الاصابة كحالات مبدئية في البداية كده وكشف مبدئي كده قالوا لهم خلاص هيغيبوا عن الذهاب. ممكن هم يعملوا الاشاعة اساسا يلاقوا لهم ممكن لا احنا ممكن نلحقهم، ممكن نلحقهم ويحضروا، بس بالشكل الاكبر ان هم مش هيحضروا الذهاب. بشكل الاكبر مش هيحضروا الذهاب. فانا بفكر كواحد زملكاوي، طب ماشي غياب الزناري مش مؤثر قوي ان هو كده كده بيلعب بحسام عبد المجيد اساسي، وعندك بره ياسر حمد مدافع جيد جدا فقشطه. بس الزناري هتلعب بمين هناك؟ يعني انت هتلعب مثلا بسامسون اكينولا وسيف الدين الجزيري وفاهم وتخلي زيزو، ولا هتلعب يوسف وما يكون رجع اساسا؟ هو يوسف وما رجع وكان ممكن يحضر في ماتش البنك بس عشان ما لحقش التدريبات فما عرفش يلعب. فهل هتلعب يوسف وما؟ طب هتعمل ايه؟ فانا في تفكيرات كتير قوي في دماغي. اتمنى بجد مصطفى شلبي يرجع من الاصابه بسرعه ويلحق الماتش، عشان بجد 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 مصطفى شلبي بيفرق مع نادي الزمالك، والله العظيم بيفرق. وفي حاله لو مصطفى شلبي ما حضرش المباراه نحاول ان احنا الكابتن طب نادي الزمالك يلحق يجهز ابراهيم رضاي، يلحق يجهز ابراهيم رضاي. ده الحل الموجودين دوت، الحلول الموجوده، مفيش حلول تانية. فان شاء الله خير ونقدر ان احنا ناخد البطوله وبس. سلام.